هلو معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده عايزه اكلمكم في موضوع مهم، مش بطلع لكم كتير على اليوتيوب، بس النهارده قررت اطلع واقول لكم على كام حاجه كده تساعدكم ان انتوا تعرفوا تكونوا مبسوطين بجد بنعم ربنا اللي انتوا بتاخدوها، لانه اي حد في الوعي ربنا بيفتح عليه وبيشوف نوع وطعم معين من السعاده. اول حاجه، لو انت بتكير على اي حد قاعد جنبك ان هو يكون سعيد نفس السعاده، او تحب تقعد تتاكد من اللي حواليك ان هم مرتاحين نفس الراحه، اعرف ان انت كده في خطر، واعرف ان انت كل حاجه هتاخدها في حياتك لازم هتبقى شويه سعيده، وبعدين هتبقى نقمه عليك، لان انت بتبقى عايز تاخدها تفرقها على اللي قاعدين. لو انت حاسس احساس كويس، طب ازاي بقى افرقه على اللي حواليا؟ دي نقطه لازم تتخلص منها. طيب يا هدير، يعني انا ما بقاش كويس وما بقاش عندي نوايا كويسه ان انا اساعد اللي حواليا؟ لا، ساعد اللي حواليك من غير ما تشيل مسؤوليته، من غير ما تبقى قاعد شغلك الشاغل انك ما تستمتعش باللي ربنا اداهولك وتديه لحد تاني، لانك مجرد حاسس بالذنب ان ربنا اداهولك لوحدك. ودي عندنا كعرب احنا عاطفيين شويه، وما بنعرفش نستمتع بالحاجه، وما بنعرفش نشوف غيرنا في مأساة. لازم الشهامه تاخدنا قوي، لا الشهامه تاخدك لو في استطاعتك، بس مش طول الوقت. خلاص، دي رقم واحد. رقم اتنين، ما تستناش اللي حواليك يتغيروا عشان خاطر انت حياتك تتغير، او عشان خاطر انت يحصل لك فتح. لو انت قعدت تشوف ان اللي حواليك طالما ما بيتغيروش انا مش هاخد اللي انا عايز اخده، او مش هنطلق الانطلاقه اللي انا عايزه انطلقها، مش هتنطلق فعلا. خلاص، لانه ده شماعه، بس انت فاكر ان هي مش شماعه. طب يا هدير، مش الناس اللي حواليا بتأثر عليا؟ بتأثر عليك لو انت لسه في ليفل 1 في الوعي، بتأثر عليك لو انت مش عامل حدود طاقية، مش عارف انك انت تعرف المعنى والتأثير بتاعك في الحياة. ممكن ربنا حطك معاهم عشان هم هم يحصل لهم تغيير في حياتهم، فما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك بان هم يتغيروا او لا. رقم 3، هدير مش المفروض ان انا اهجر الحاجات اللي هي فيها سلبيه. ايوه، اهجر اي مكان سلبي، اهجر اي مكان انت ما بتتطورش فيه، اهجر اي مكان بيرجعك للصفر، مش المكان اللي انت تقدر تنفصل بيه بطاقتك. طيب ايه الفرق ما بين ده وده؟ في اماكن وفي اراضي، يعني مثلا ارض مثلا انت عايش عليها واتولدت عليها، انت حاسس انك ممكن لو رحت مكان تاني انت هتتطور اكتر، صح كده؟ اوكي، فهنا هتاخد خطوه. لكن لو انا في الارض دي بتطور وناجح وكله تمام، مش ضروري ابدا اخد خطوه. انا عارف اتطور هنا، وعارف اخلي السلبيات اللي هنا اسيطر عليها. فهمت الفرق؟ فرقم 3، اهجر ووسع من نفسك في الارض لو انت شايف نقطة تانية هناك احسن، يعني شايفها ومحددها وتقدر تروح لها، فساعتها هعمل هجر. خلاص. رقم 4، ورقم 4 مهم قوي، انك تحب نفسك وانت تحت وانت فوق. ما بحبش نفسي وانا فوق بس، ما بحبش نفسي وانا معايا فلوس بس، ما بحبش نفسي وانا مبسوط بس. لا، حب الذات هو من حب الروح ومن حب الاله. لو عرفت تحب الروح في الابس والداونز بتوعها، في وقت الشحن ووقت التفريغ فوق، ولما بيحصل لي تفريغ انا ببقى تعبان. فانا لو ما حبيتش نفسي وانا مفرغ، في ناس بتيجي تعمل جلسات ولما يحصل لها تفريغ وتتعب قوي وتحس ان هي في تغيير كبير بيحصل، فهي بتوسع، عارف كانها بتعمل عمليه. لو بتعمل عمليه احنا مثلا لو هنعمل استئصال لحاجه او حاجه وحشه، بنفتح وبنشيل حاجه فبتعمل فراغ، صح؟ فالعمليه متعبه، فيا اما هتفضل بالحاجه الوحشه اللي جوه، يا اما مش هتفتح وتشيل عشان الحاجه الفراغ ده يبقى مكانه نظافه. خلاص، لازم تحب نفسك وانت فوق وانت تحت، حتى في ظروف الحياه. دي تركات بسيطه انا حبيت اقول لك عليها تساعدك على الانطلاقه. واحنا عاملين برنامج اسمه ريليسنج اذرز، دي اكبر رحله تغييريه انا عاملاها، بتقعد 2 ل3 شهور. بتدخل معانا رحله كامله في انك تتدرب تمارين رياضيه، في انك يبقى معاك حد بتاع تغذيه، معاك منتور يتابع معاك كل يوم، معاك انا كل اسبوع بدخل معاك سيشن. بنفضل نقوم فيك عشان خاطر تعرف انت هنا مين وبتعمل ايه. اول حاجه تعرف تاثيرك، تاني حاجه تعرف تعمل اداره طاقيه واراده طاقيه، يعني ازاي اعمل حدود طاقيه عشان الناس ما تتدخلش ويحصل لي تطفل طاقي من كرامات العيله، من الناس اللي حواليا زي ما احنا اتكلمنا. الناس اللي حواليا ما تاثرش على اللي انا عايزه اروح له. تالت حاجة، ان انت ممكن جدا لو انت حاسس انك مدرب وحاسس ان ناس كتير بتستفيد من طاقتك، تتعلم التدريب معايا، تتعلم الكوتشنج، تتعلم حاجات كتير عن الكوتشنج، لان الكوتشنج نقدر نستخدمه في اي مجال. لو انت جاهز، اخر شهر سبتمبر 2025 وبداية شهر ديسمبر الكورس ده هيبدأ.
فتقدر تسأل عليه من خلال الويب سايت، تحجز مكالمة مجانية، أو من خلال انستجرام في الكاستمر سيرفيس ابعت لهم دايركت على الرقم اللي موجود هناك. هيتواصلوا معاك ويقولوا لك ازاي تقدر تدخل وتعمل انترفيو للكورس وتبقى معانا. احنا بناخد ناس في مستوى وعي عالي عشان احنا عاملين كوميونتي. فهستناك لو انت جاهز حقيقي تتغير وتاخد انطلاقة من نقطة يأس لنقطة شغف لا منتهية. اشوفك هناك واشوفك في فيديو تاني ان شاء الله. باي باي.